جرافيك اصعب ولا الفيزياء؟ طبعا احنا لو سالنا اي حد السؤال ده هيقول لي طبعا انت عبيط، في اصعب من الفيزياء؟ انت عبيط، الفيزياء طبعا. والرد اللي احنا عارفينه ان هو انت بتعمل ايه؟ يعني انت بتلعب على الكمبيوتر. وانا شخصيا اتقالت لي، ومن اقرب الناس ليا يعني عموما، انت بتجيب صور والوان وبتاع ومش عارف ايه وتدمجهم مع بعض وخلاص. صعوبه في اختيار الالوان والصور دي، الناس بتعطل فيها في اختيار اللون. ليه اللون ده مش ده؟ وليه الخط ده مش غيره؟ الواحد بيلاقي نفسه تايه وسط مواقع كتير بتضم صور كتير، بتضم فونتات كتير، وبتلاقي الوان كتيره لايقه مع بعضها، وفي نفس الوقت ولا واحد فيهم ينفع يتحط مع التاني. حاول نهندلها ازاي؟ ان احنا هنذاكر فيزياء، او هنذاكر زي ما كنا بنذاكر الفيزياء، ان احنا نتفرج كتير، ان احنا نتفرج على فيديوهات كتير، نعمل تغذيه بصريه كتير، نمرن ايدينا على ادوات من خلال تصميم واثنين وثلاثه. الموضوع في الاول هيبقى صعب، بعد كده الدنيا هتبقى اسهل بكتير طبعا من الفيزياء. صعوبه الجرافيك ان انت تتفرج كتير، تعمل تغذيه بصريه كتير، تتفرج على فيديوهات، تاخد خبره الناس،